لو نفسك تعرفي سر البطاطس بتاعة المطاعم وازاي بتبقى مقرمشة وطعمها بيبقى مختلف، هقولكوا طريقتين مختلفين وكمان أسهل من بعض والنتيجة تحفة. يلا بينا نبدأ نشوف مع بعض أول طريقة. أول حاجة علشان البطاطس تطلع كريسبي ومقرمشة نستخدم بطاطس مناسبة للقلي، وهقولكوا في الفيديو على تكات ومعلومات كتير اللي بتخلي البطاطس تطلع معانا مقرمشة وكريسبي. واحنا بنقطع البطاطس هنشيل الأطراف علشان يبقى السمك كله واحد واحنا بنقليها، ونقطع البطاطس كلها متساوية علشان كلها تاخد نفس السوا. وده سمك البطاطس، لو حابين نقطعها أرفع من كده زي ما نحب. نجهز بولة ونضيف فيها كل كمية البطاطس ونغطيها بكمية من المية، وما نسيبش البطاطس مدة طويلة من غير مية علشان ما تسودش. وهسيب البطاطس منقوعة في المية حوالي نص ساعة علشان تنزل كل كمية النشا اللي فيها، والخطوة دي من ضمن الخطوات اللي بتخلي البطاطس مقرمشة. وبعد ما نسيبها في المية حوالي نص ساعة أصفيها من المية وأحطها في حلة، وبعد ما نصفيها ونحطها في الحلة أضيف عليها كمية من المية ونص معلقة صغيرة ملح، وده حسب كمية البطاطس. أحط الحلة على النار، أسيب البطاطس على النار تتسلق مش أكتر من دقيقة من بداية غليان المية، يعني أول ما تغلي المية أستنى عليها دقيقة بس، وبعد كده نطفي عليها النار ونصفيها. زي ما انتوا شايفين البطاطس متماسكة زي ما هي. ودي مناديل مطبخ هفرد عليها البطاطس أول ما أطلعها من المية واسيبها لغاية ما تتصفى وتنشف كويس وما بقاش فيها أي سوائل. هحط البطاطس في بولة بعد ما تكون نشفت كويس ونزلت المية الزيادة اللي فيها، علشان الخطوة دي مهمة جدا قبل ما نبدأ نعمل الخطوة اللي بعد كده. هنضيف عليها معلقة ما تكونش مليانة نشا، وبنضيف النشا علشان بيمتص الرطوبة أو المية الزيادة اللي في البطاطس، ونخلط النشا مع البطاطس كويس لغاية ما كل صوابع البطاطس تتغلف بطبقة النشا. أحط حلة أو طاسة على النار ونحط فيها كمية من الزيت واسيبه يسخن على درجة حرارة متوسطة، علشان لو حطيناها في زيت سخن هتتحمر بسرعة من بره وهتفضل طرية من جوه. لو حابين البطاطس تفضل مقرمشة لوقت طويل لازم تستوي على نار متوسطة وما نعليش عليها النار. اخرج البطاطس من الزيت بعد ما استوت نص سوا زي ما انتوا شايفين، ودي من الخطوات المهمة اللي بتخلي البطاطس تطلع معانا هشة ومقرمشة. احط باقي الكمية في الزيت واسويها بنفس الطريقة، وبعد ما نسوي البطاطس نص سوا هسيبها تبرد تماما. وبعد ما سبتها تبرد هحطها مرة تانية في الزيت، ودي خطوة مهمة عشان تطلع معانا مقرمشة. ولو ما عندناش وقت اننا نحمرها على مرتين يبقى نحمرها في المرة الأولى على نار متوسطة ونسيبها تاخد وقتها في السوا لغاية ما تخرج كل المية اللي جواها، وما نستعجلش عليها ونسيبها تاخد وقتها وهي بتتحمر. وابدأ اخرجها من الزيت أول ما تتحمر وتاخد اللون اللي احنا شايفينه. زي ما انتوا شايفين لونها تحفة ومقرمشة وما شربتش زيت خالص. ده الشكل النهائي للبطاطس المحمرة ومقرمشة وكريسبي ولونها تحفة، ورشيت على وشها شوية زعتر ناشف. وممكن ناكلها مع الكاتشب أو صوص الجبنة الشيدر، بجد طعمها تحفة. جربوا طريقتي وبنفس التكات والخطوات اللي في الفيديو. هتلاقوا طريقة الكاتشب وصوص الجبنة الشيدر في لينك تحت الفيديو. وهبتدي الطريقة التانية. هستخدم نص كيلو بطاطس ونقطعها صوابع بالطول، وبعد كده نقطعها مكعبات صغيرة، واغطيها بكمية من المية، واضيف عليها نص معلقة صغيرة ملح، واحط الحلة على النار واغطيها واسيبها لغاية ما تستوي. وده شكل البطاطس بعد ما اتسلقت زي ما انتوا شايفين، لازم تبقى مستوية خالص زي كده. وارفعها من على النار واصفيها، وبعد ما نصفيها هنهرسها وهي سخنة علشان بتتهرس معانا بسرعة. وبعد ما نهرسها كويس هنحط عليها 100 جرام نشا او 3 معالق كبار مليانين، ونص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل. اعجنهم مع بعض لغاية ما يختلطوا وتبقى عجينة متماسكة، وممكن نستخدم ايدينا واحنا بنعجنهم. كده خلاص عجنتهم مع بعض وبقت عجينة متماسكة. اجيب كيس تلاجة واحط فيه عجينة البطاطس علشان يساعد في الفرد، وافرد العجينة بالنشابة لغاية ما تديني شكل مستطيل او مربع، ونفردها بارتفاع نص سنتي. اقطع الكيس من الاطراف باستخدام سكينة او مقص.
واقطع العجينة نصين، وبعد كده اقطعها صوابع بسمك نص سنتي. ولو كيس التلاجة صغير مش هنحتاج نقسم العجينة نصين، انا علشان عاملاها في كيس تلاجة كبير. وبعد ما قطعت العجينة صوابع بالشكل ده، ابدأ اخدها واقليها في الزيت. احط طاسة على النار واضيف فيها كمية من الزيت، وبعد ما الزيت ما يسخن على درجة حرارة متوسطة ابدأ اضيف صوابع البطاطس واسيبها تتحمر وتاخد لون. وبعد ما اتحمرت واخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ابدأ اخرجها من الزيت. شايفين شكلها تحفة ومقرمشة وكمان خفيفة وما شربتش زيت. ابدأ اضيف كمية تانية من البطاطس، وزي ما قلتلكوا ما نعليش النار ونخليها على درجة حرارة متوسطة وهي بتتحمر. وبعد ما اتحمرت اخرجها من الزيت. وبعد ما حمرت كل الكمية، أهم حاجة علشان تفضل مقرمشة الأفضل بعد ما نخرجها من الزيت نحطها في مصفى، ما نحطهاش على مناديل ورق علشان ده اللي بيطريها. وتاني حاجة ما نعليش عليها النار وهي بتتحمر، ونخليها على درجة حرارة متوسطة، وبكده هتاخد اللون الذهبي الجميل وهتفضل معانا مقرمشة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، وأشوفكم إن شاء الله على خير في وصفة جديدة.